نروح ندخل للأهوار مع مراسلنا أحمد السعيدي، تحديدا من الأهوار الوسطى واللي تمتد بين محافظات ميسان وذي قار وصولا إلى البصرة. أهلا وسهلا بك أحمد. أهلا وسهلا بك أحمد. صباح الخير بلال، صباح الخير آية. أنا الآن أوقف، قبل لا تسألوني، أنا الآن أوقف بالحافة الجنوبية للأهوار الوسطى اللي هي تصير على تخوم مدينة الشبايش. ولا يبعد نهر الفرات عن هذا المكان سوى 400 متر. المكان اللي أوقف به قبل سنة أو أكثر من سنة كان عبارة عن مسطح مائي، يعني ممكن يكون منسوب المياه به أكثر من متر و50 متر و60، وكما تشاهدون ورائي الآن هذا المشهد تحول إلى مشهد حطام، يعني بقايا القصب، بقايا البردي. أيضا الكاميرا الآن قاعد تأخذ ما تبقى أو ما يسمى من بقايا الأهوار، حطام الأهوار. مربي جاموس والذين هم الأعم الأغلب الذين كانوا يسكنون في الأعماق البعيدة للأهوار الآن اضطروا إلى النزوح الداخل الأولي والوصول إلى مناطق قريبة من المياه علها توفر لهم يعني بعض ما يحتاجوه أو ما يحتاجه حيوانهم، حيوان الجاموس الذي يحتاج إلى كميات يومية من المياه، وبالتالي هم اضطروا إلى النزوح الداخلي من أعماق الأهوار إلى حافاتها، يعني علهم يعني يحافظوا على ما تبقى من هذه الثروة المهمة. الوضع هنا وضع مأساوي جدا، تراجعت بشكل كبير الأنشطة الحياتية للسكان. أريد أعرف من عندك، إحنا بالأيام الماضية قالوا أمطار زينة موجودة بالجنوب وصارت وفرة مياه، وأعرف اللي عرفناه أنه الوضع أفضل بكثير من الأيام السابقة، بس هسه الصورة اللي تعطينا إياها صراحة صورة مختلفة عن ما سمعناه. هي الصورة أيضا تتكلم، وأنا المشكلة صورتك هي الحقيقية، المشكلة هي صورتك الحقيقية. نعم بلال، يعني طبيعة الأهوار كمكون طبيعي حينما تتعرض إلى موجة جفاف يعني تحتاج إلى مدة طويلة حتى تعيد مشهدها الحياتي المتعلق بأحيائها المائية، بحركة السكان فيها، استيطان الناس فيها. هذه العملية يحتاج وقت كبير. أما ما حدث أو ما حصل من تساقط كميات من الأمطار لم يحدث أي تغيير، على العكس اليوم مناسيب المياه في الأهوار منخفضة جدا. ما يدخل للأهوار من جهة الفرات، الأهوار الوسطى تتغذى عبر دجلة والفرات، من الفرات ما يدخل للأهوار في منطقة التحادث، يعني منطقة دخول أو منفذ الفرات للأهوار الوسطى هو 67 سنتيمتر. قبل عامين في عام 2020 ما يدخل الأهوار من ناظم البتيرة من شمال الأهوار الوسطى كان معدل الإطلاقات يصل إلى 150 متر مكعب. الآن نحن أمام أقل من 15 متر مكعب، وبالتالي لك أن تقيس على وفقا لهذه المعطيات كيف هو حال الأهوار. نعم بلال. أحمد، يعني بالحديث عن التغيرات اللي صارت، صراحة احنا يعني دائما يعني نقول الله يساعد الأهالي اللي موجودين هناك، لأن عندهم ثروة حيوانية صراحة ما يستغنون عنها وما يقدرون يستغنون عنها، اللي يعني صراحة يمكن هي مصدر العيش الوحيد لهم. احكي لنا على هجرة الحيوانات اللي صارت. يعني أنا شوفتكم آية قبل قليل، نعم. نموذج لهجرة داخلي يعني داخل الأهوار. أما عدد العوائل التي نزحت أو هاجرت هجرة داخلية إلى محافظات أخرى، وبحسب إحصائيات رسمية قبل شهر ونصف أكثر من 1500 عائلة هاجرت إلى المناطق أعالي النهرين، نهر دجلة والفرات، يعني ربما واسط وصولا إلى صلاح الدين.
إضافة إلى ذلك أن حيوان الجاموس لا يتأثر فقط في الشحة المائية، وإنما يتأثر أيضا بنوعية المياه حتى وإن بقيت مياه، فتبقى بتركيز ملحي عالي، وبالتالي نحن أمام أمراض تصيب حيوان الجاموس. وهنا دائرة زراعة ذي قار أشرت نفوق آلاف رؤوس الجاموس والأغنام والأبقار الخاصة بمناطق الأهوار، وبالتالي لديهم إحصائية واضحة تتحدث عن أن أكثر من 2000 مربي جاموس فقدوا جزء من ثروتهم الحيوانية، يعني ربما تصل إلى نصف القطيع، وبالتالي نحن أمام يعني مؤشر اقتصادي خطير بالنسبة. نعم خصوصا ما أريد أسألك عن أنواع الطيور أحمد، يعني مو بس الجاموس هذا بجانب ممكن أنه مسيطر عليه، يعني الجاموس هو مسيطر عليه من قبل مقتنيه، لكن اكو انواع اخرى من الحيوانات اللي هي غير مسيطر عليها، يعني هذه شلون وضعها حاليا وشلون راح نقدر نحافظ على تواجدها مثل الطيور اللي الخاصة بالأهوار؟ الطيور الخاصة بالأهوار وهي الطيور التي تسكن الأهوار هي عادة أيضا تتأثر بهذا المشهد، لكن المشهد المهم الذي عادة ما يسجل هنا وينتظر في كل سنة هي الطيور المهاجرة التي تبحث عن الدفء، التي تأتينا من مناطق سيبيريا، من المناطق القطبية، تأتي عبر رحلة مضنية لتستقر هنا في مشتى العراق. مناطق الأهوار هي مشتى العراق، المناطق الجنوبية مشتى العراق بالنسبة للسياحة وبالنسبة للطيور المهاجرة. هذا المشهد يعني اختفى يعني قبل أكثر من 5 أعوام، وكما ذكرت لك يعني بلال، إعادة مشهد الحياة في الأهوار بعد موجة جفاف قاسية يتطلب وقت طويل حتى تعيد النباتات الفريدة من نوعها، الأحياء المائية الفريدة من نوعها، تعيد سلسلتها الغذائية وتعيد تنتعش وتكون يعني ضمن منظورها الطبيعي. نحتاج إلى وقت. الجفاف كائن حساس، عفوا الأهوار كائن حساس جدا، يتأثر بالتأثيرات السلبية بسرعة ولا يعاود نشاطه إلا بفترة يعني طويلة، يعني يحتاج إلى وقت. معي الآن من الأهوار معي الأستاذ جاسم الأسدي، وهو يعني مهندس استشاري في منظمة طبيعة العراق، ليتحدث أكثر. أستاذ جاسم يعني ابن الأهوار، وأيضا لديه منظمة طبيعة العراق التي تعمل ومهتمة بشأن المياه وبالشأن الأهواري بصورة واضحة، وهو أيضا لديه خبرة كبيرة في مجال الموارد المائية. سوف أسأل الأستاذ جاسم عن ملف إدارة المياه، خصوصا ما يتعلق بالجهات المعنية، هل كانت موفقة في ملف إدارة المياه؟ تفضل أستاذ. شكرا أحمد، لآية وبلال تحية الصباح والجمال. مثل ما قال أخي أحمد، نحن أمام مشهد حطام بيئي وتراجيديا بشرية. هذا حدث في سنة ونصف. منذ سنة ونصف كانت هذه الأرض جميلة، كانت البيئة خضراء، كانت المياه تغطي كل شيء، وكان هنا في هذا الحطام البيئي كان ماكس ويلي، هذا الكائن الفريد الخرافي الذي اكتشفه العالم في أهوار جنوب العراق عام 1956 يلعب ويتكاثر. الحقيقة للأسف الشديد نقولها وبحرقة أن إدارة الموارد المائية في العراق سيئة وسيئة جدا، لم تبالي لهذه البيئة ولم تلتزم بالمعايير الهيدرولوجية لمياه الأهوار العراقية. ثمة معايير، ثمة كميات مياه، حتى أن ثمة هنالك الحد الأدنى من المياه لإدامة النظام الإيكولوجي، وهذه توصية من اليونسكو يوم دخلت الأهوار على لائحة التراث العالمي في تموز من عام 2016، لكنها لم تلتزم بكل المعايير والتزمت الصمت أمام الانتقادات الهائلة، ليس فقط أمام الانتقادات وإنما أمام لوعة السكان المحليين وحاجتهم للمياه وحاجة اقتصادياتهم للمياه.
هنالك 3 سيناريوهات لإدارة الجفاف. هذه السيناريوهات الثلاثة تعتمد على كميات المياه المتاحة في كل من سد الموصل، سد حديثة، سد دوكان، إضافة إلى الخزين الحر في بحيرة الثرثار. لكن الوزارة لم تراعي هذا، لم تنشأ فريق إدارة الجفاف، وكأننا ما زلنا ما بين الطوفان البابلي وما بين وفرة المياه حتى منتصف كانون أول عام 2015. للأسف الشديد مثل ما قال أخي أحمد أن الأهوار هي كائن أيضا تتأثر بالمياه كثيرا، فعادت النظام الإيكولوجي بعد سنوات جفاف طويلة ومرهقة مثل ما حدث عام 21 والآن من الصعب استعادتها بسهولة. هذا ينطوي على مخاطر تهدد دخولنا على لائحة التراث العالمي، لأن دخولنا على لائحة التراث العالمي كان ملزم بوجود أحياء وكائنات وحيوانات وثدييات على مواقع الخطر على الريد ليست العالمية، ولهذا اليوم لا نرى طيور مهاجرة كثيرا. للأسف الشديد نقول أن الطيور التي كانت تهاجر إلى أهوار جنوب العراق ذهبت للكويت. ستقولون لماذا ذهبت للكويت؟ لأن الكويت قد استطاعت أن تنشئ بحيرات اصطناعية لجذب الطيور المهاجرة إليها، فجذبت الطيور التي لم تجد هنا ماء ولم تجد بحيرات كبحيرة أم النعاج والبرقة البغدادية وسواها من البحيرات الجميلة، وذهبت إلى البحيرات الكويتية. ستقولون من أين للكويت مياه عذبة لكي تنشئ بحيرات أسماك؟ حقيقة الكويت جابت مي بحر شوية، نقت المياه التي نسميها المياه الرمادية، المياه العادمة، مياه المجاري، وأنشأت بحيرات لجذب الطيور وكذلك أيضا لجذب السياحة البيئية لمنطقتها. شكرا استاذ جاسم. نعم احمد، نعم صراحه نعم بلال. احمد احنا كلش نشكرك يعني على هذه المعلومات وعلى كل ما قدمته اليوم لنا. شكر جزيل، ونتمنى لك يعني تشوف الأهوار بشكل أفضل بالأيام القادمة، خاصة أنا كنت أتخيل أنه 3 محافظين تقريبا هم يعني تمسهم هذه التفصيلة. ال3 محافظين كنت متوقع تلقاهم موجودين قبلك، لابسين شلون احنا نقول محزمين حزامهم ويريدون يحلون هذه المشكلة، لكن مع الاسف لحد الان ما شفنا اي شيء واقعي. انا اكد انهم لم يزوروها ابدا. اي ما شفنا اي شيء من عندهم. على العموم نتمنى انه عندنا امل. شكرا لك احمد.